نبص بقى يا جماعه، ده الشوط الثاني واول هجمه. نبص اللي كان عليه الدايره ده امام عاشور مع اللعيب بتاع خط النص بتاع مديامه. امام ما تفهمش ضغط يعني ضغط يهاجم ليه؟ موديست قافل على لعيب منهم، تاو بقى مقفل على الباك الشمال اهو. طيب انا المفروض دلوقتي يبقى عندي تاو ومعانا لعيب كمان، المفروض ان الاثنين حد فيهم يضغط اللي عليهم الدايره. لا تاو ضغط ولا اللعيب التاني ضغط. مين بقى فكر يضغط؟ كريم نيدفيد. ده كريم نيدفيد. كريم نيدفيد ضغط وساب اللعيب بتاع مديامة قدامه فدان من غير ما يعمل حاجة. وامام جاي من ورا متاخر والمساحات كلها اتفتحت. بقينا مره واحده لو لعيب مديامة ده عنده بس بجنيه كوره كنا هيروح بهجمه مرتده. كل ده بسبب عيوب الضغط بتاعنا. نبص بقى هنا استمرارا للي احنا قلنا عليه، المديامة نازل وعارف ان الاهلي بيعتمد على اللعيب سواء مروان عطية او بداله النهارده ندفد ان هو اللي يطلع بالكرة من خط الدفاع، هو اللي يستقبلها. نبص بقى مديامة زي ما احنا كنا شايفين قبل كده مان تو مان على كريم ندفد. فنفضل بالتالي نقعد كل اللي احنا نعمله مش عارفين نطلع، نفضل نشوط الكرة يمين ونجيبها يمين وشمال وشمال ويمين لحد ما في الاخر زي ما انتم شايفين كده بتتقطع ولا بنعمل بيها اي حاجة. نبص هنا بقى يا جماعه، الكره اتقطعت من مديامه، ضغطنا حلو قوي. مديامه ما عرفش يطلع، قطعنا احنا الكره زي الفل، كل كده تمام قوي. نبص بقى لكره لعمرو السوليه عمل ايه. عمرو السوليه عمل الحاجه اللي مفيش حد من خط النص فكر ان هو يعملها بقالنا كذا ماتش، انه فكر يرفع عينه وهو بيرفع الكوره. ونبص بقى لتحرك موديست اللي عليه السهم ده. نبص هو اتحرك ازاي بحيث انه يتفادى انه يطلع يخش جوه الاوفسايد. هو بيتحرك بالعرض وبعد كده لقدام. فنبص بقى هو عمل ايه. موديست لما اتحرك صح قدر يوقف الكرة مظبوط. وطبعا ده من قمة بؤس الاهلاويه اللي احنا عايشين فيه، ان احنا بنفرح لما نلاقي مهاجم يستلم صح ويبصيها لزميله. ودي نفس اللي احنا كنا بنقول الشوط الاولاني، ان حسين الشحات كان ممكن في الكرة اللي ضيعها يتصرف فيها الواحد من زمايله احسن من كده بكتير. بس الحمد لله ربنا كرمنا وجات جون زي ما انتم شايفين. استكمالا لسلسلة الضغط السلبي، كرة تاو محمد هاني طالع برضه على الراجل، المفروض كان يحاول يأخر نفسه شوية. بقى عندنا مساحات مفتوحة، الراجل رايح لواحد لواحد على محمد هاني وحظه حق الراجل. بس هو لو معدل ذكاء الواد ده بس أعلى شوية كان رقص محمد هاني عادي جدا يعني. بصوا بقى يا جماعة، اللي عليه السهم ده كريم نيدفيد. كريم نيدفيد بيبص للولد المراقب المان تو مان بتاعه، يعني هين عليه عايز يقول له ارحم أمي وسيبني في حالي. الولد مش سايبه طول الماتش. استكمالا لمسلسل المس باصات بقى، زي ما قلنا الشوط الاولاني كده ان هو كميه مس باصات ما حد ما شافهاش في حياته تقريبا للاهلي. نبص السوليه وصل له الكوره وقدامه مساحه والدنيا زي الفل، حبك بقى ان هو يلعبها، طبعا لعبها غلط فمش كان عايز يلعبها لمين. نيجي بقى للمشكله اللي بعدها، ان محمد هاني ادى الفرصه، اللعيبه راحت على محمد هاني لحد كده مفيش مشكله، مش مشكلته هو، مش ذنبه. نبص بعد كده نلاقي ان هو بدل ما يقفل الزاويه اللي لجوه ادى قفل الزاويه اللي لبره. طب ما انت كده حطيت الولا المهاجم على الناحيه اللي على رجله الجامده، على العدله بتاعته. المفروض ان الطبيعي انا هقفل الزاويه اللي لجوه واسيبه يطلع على بره. ما هو ده اللي انت بتعمله في كل مره كل ما لعيب بيرقصك، اشمعنى المره دي؟ بس ربك بقى كان رايد ان احنا نكسب وسطرها علينا، والشوبير عرف يشيل الكوره، مع ان الكوره ما كان يعني طبعا الكوره مش سهله. بس حظنا حلو، الشوبير واقف وقفل الزاويه والدنيا الحمد لله تمام وربنا كرمنا وعدت يعني. خد بقى شويه قرارات غلط برضو. السوليه اعتقد ده السوليه حب بقى ان هو يلعب الكوره، ما تفهمش برضه حب يلعبها في المساحه الفاضيه لمين. ربنا كرمنا وحسين الشحات قال لك اضغط وزي ما تيجي. المهم ضغط، وطبعا الدفاع بتاعهم كحيان، قال لك العبها لامام عاشور. امام عاشور بقى عمل شويه يعني عمل غلطه ما تقولش غير ان هو ما تفهمش ده قله تركيز ولا تعب ولا هو عايز يجيب جول لوحده، ما تفهمش فيه ايه بالظبط يعني. تبقى انت عايز تساله انت ليه شطها بشمالك يا حاج؟ يعني ده قله تركيز ولا ايه؟ الكره جايه اصلا انت مش اشول، والكره جايه لك على شمالك والملعب مش حلو والارضيه وحشه، ليه بشوطها كده؟ طب ما المها واشوطها واخدها على يميني واشوطها وخلاص تبقى احسن.
من الحاجات اللي عجباني في فريق ميدياما ده انه ذاكر الاهلي كويس. نبص على الدايره، كان فيها امام ومعاهم لعيب. اللعيب ده فضل مان مع امام ليه بقى يا جماعه؟ هو قال لك الكره بتوصل من معلول للهاف او للجناح وبعد كده لامام ويعملوا مثلث. اللعيب فضل قافل على امام، بالتالي الهجمه اللي انت كنت ناوي تعملها باظت، لان هم خلاص هم فهموا انت المثلث عندك اتقفل. ما عادش هينفع انك انت تلعب من الجناح لامام او من الباك معلول لامام على طول. هجمة جميلة بقى بتبين شوية غلطات برضو. الكرة طالعة من عندهم من الباك الشمال للمساك الشمال، بيطلع عندهم على الجناح اللي نازل عادي مفيش أي مشكلة خالص. نبص للقطة اللي جاية دي، ادي الباك الشمال، ويقوم مثلا هنفضل المدافع الشمال نعتبر ان هو محمد عبد المنعم. اللعيب اللي مسك الكرة ده يا جماعة نزل من من خط الدفاع عندنا، نزل لنص الملعب، وبقت بالطريقة دي بسهولة كانت ممكن تبقى جون. احنا الراجل ده مين اللي سابه وايه اللي نزله وايه اللي زي استلم فاضي من الدفاع؟ المفروض ان واحد من خط النص يكون راجع معاه. الراجل ده استلم في كمية مساحة فاضية رهيبة. يعني هنشوف هجمة كده مع بعض برضو فيها قرار غلط من امام عاشور. للاسف زي ما قلنا ان هو كان من احسن وابرز اللعيبه اللي في خط النص هجوميا. نبص بقى هو عمل ايه. دلوقتي احنا الكوره اتقطعت تمام، كانت هجمه علينا اتقطعت، الدنيا ماشيه زي الفل، الكوره وصلت لحسين الشحات وقدامه مساحه حلوه. شحات وقدامه مساحه حلوه، وادي امام بيجري حلو قوي واخد مساحه فاضيه وبيشاور لحسين بيقول له العب. ماشي امام، اهي الكوره جات لك هنا على يمينك تمام، مودست فاضي، وعلى الشمال تاو. لو انت لعبتها المودست من بدري كان يقدر يلعبها لتاو ويروح انفراد. هنا التأخير ليه الأنانية الزيادة؟ وادي برضو واحدة من الغلطات اللي كانت موجودة. الكرة هجمة عادية جدا، الجون أصلا شاطها بيشلتها أساسا. محمد عبد المنعم قلش بدماغه بقى يا جماعة، يعني بقى بيصلحها للمهاجم، انت واخد بالك؟ فالكرة وصلت للمهاجم عادي جدا. نبص بقى يا جماعة، اللعيب اللي معاه الكرة ده ماشي في فدان. بص بقى اللعيب اللي بقى مع ياسر ابراهيم ده اللي معاه الكرة ده، اللعيب ده ما تفهمش اتحرك ازاي واتساب لحد هنا مش مشكلة. بص وقفة معلول بقى، اللي انا المفروض عندي باك شمال دولي بيقف وقفه زي دي، طب ازاي؟ ده ايه بقى؟ ده ارهاق، ده غلط. انت ازاي تسيب له مساحه زي كده؟ وهجمة علينا برضو ملهاش اي لازمة، بتبتدي من كرة ميتة، شوبير بيلعبها، اللعيب بياخد الكرة التانية. المفروض نيدفيد يضغط، السولية ما ضغطش، الاثنين طبعا واضح ان هم تعبانين ومش جاهزين. مفيش مشكلة خالص، محمد هاني واقف نفس الوقفة الغلط برضو مش موضوعنا. اللعيب بقى ضغط، لعب براحته خالص من اليمين عندنا للشمال الناحية التانية عند معلول. نبص بقى الكرة معلول واللعيب اللي معاه الشحات مدين مساحة للمهاجم اللي لعب الكرة بكل سهولة وأريحية. يعني الراجل كان هين عليه يبوس دماغهم على الواجب اللي الدفاع بتاعنا عامله. انت الكرة وصلت لك عند معلول، لا معلول ضغط ولا الشحات ضغط، وفي مساحة. وادي ياسر مع المدافع بتاعه مع المهاجم، المهاجم سبق ياسر وياسر رجع مكانه، وعبد المنعم ضغط متأخر والحمد لله إنها ما دخلتش. حاجة بصراحة غلطات يعني بدائية لدفاع مبتدئ والله. برضو من الحاجات الكويسة استكمالا ليها الكور الثابتة والركنيات معظمها بناخدها، ما بتعملش خطورة، وده تحسن كبير عن قبل كده. المفروض ان دي كورة زي ما احنا شايفين، موقف 3 على 3. الكورة كانت كانت رمي التماس اساسا. رامي ربيعة وصل متأخر، عندنا لعيب مع السولية وفي لعيب واقف مع حسين الشحات. نبص عليه بقى، اللعيب اللي مع حسين الشحات ده لف بحسين الشحات عادي جدا ولا في اي مشكلة طبعا. اتلعبت معلول مغطي متأخر تمام، والدفاع واقف سرحان للاسف، وخلى ولولا ان الكرة جت في العارضة كنا هنلبس جون. بقول لك غلطات دفاعية ما يغلطهاش اطفال. وكالعادة الكور التانية طبعا ما بناخدهاش ولا بنعمل بيها أي حاجة، نقص لياقة، قلة تركيز، تمركز غلط. الكرة بتترد علينا، اللعيب بياخدها بتاع مديامة والدنيا زي الفل، ومش أول كورة في الماتش ده. من ذكاء فريق مديامة ده يا جماعة انه لقط العيب اللي عندنا في التغطية العكسية بالذات ناحية معلول وضعفه الدفاعي. فالتاني كورة بعدها ما فيش ما بينهم ما بين بعض 5 دقايق، نبص اللعيب رفع الكورة على الزاوية البعيدة عند معلول، ومعلول بيلوم الشحات. انت بتلوم على ايه يا معلول؟ ما هو كده كده اصلا هو على الله، ما هو قصير، هيلعبها ازاي؟ وطبعا هم استغلوا ضعف معلول الدفاعي وضعف ان ما فيش حد من المدافعين المفروض يلحق يغطي على البعيدة مع معلول. فهم فطنوا لكده، كويس ان هم ما كرروش الموضوع ده كتير. اخيرا كرة واحدة غير متوقعة بس اللي فكرنا نعملها. الكرة جاية لنا فاول لمعلول. نبص على رضا سليم،
بيعمل ايه؟ بص رضا سليم ده اللي هيبقى عليه الدايره، وبص اتحرك كان في ثانيه جنب المدافع، مره واحده المدافع ما شافوش تاني. كرة مفاجأة يا جماعة غير المتوقعة، بس بتضرب الدفاع وننتهي. طبعا نزول وسام ابو علي كان من الحاجات اللي فرقت معانا وحسنت وادت سرعه طبعا في اللعب، لان هو طبعا اسرع من موديست. مش هندي تقييم طبعا كامل ليه، الا انه اتحرك في الكره دي كويس ونهاها برده بشكل كويس، فان شاء الله نتمنى الخير يعني. حاجة ما اتكررتش كتير، وهو فكرة انضمام الجناح للمهاجم كمهاجم تاني. فهنبص للكرة دي مثلا وصلت من اليمين لكريم فؤاد، بص اللي لعب الكرة هو رضا سليم، جه من الجناح الشمال كمهاجم تاني مع وسام. ودي الحاجة اللي احنا لازم نكررها. امام بيبتدي الهجمه وبينهيها، ونبص كده الكره كورنر، فكره حلوه قوي، واضح احنا متفقين عليها ما بين امام لكريم فؤاد. لعبها حلوه قوي طبعا، عاليه شويه على وسام ما قدرش يجيبها. نبص اللي حصل بعد كده، الكره وصلت لامام تاني. ليه بالسرعه وليه اناني وليه عايز تخلص منها بالطريقه دي؟ ما تحاول تشوف حد من زمايلك وتلعب معاه. طبعا زي ما بنقول امام هو اهم لاعب في خط النص وخط الهجوم ده حاليا. الكرة طبعا زي ما احنا شايفين من امام لهاني لكريم فؤاد، لو بس ظبط مع وسام ابو علي في شوية انسجام الدنيا هتبقى احسن كتير. من مميزات طبعا رضا سليم، طبعا فرحانين جدا ان هو رجع. فكرة ان السرعة مع المهارة، هنشوف ان يعني احنا رضا سليم معدي ماشي كل المسافة دي وبيرقص، ولولا بس ان المدافع كان سريع شوية ما كانش هيلحقه. طيب لو سكرك عالي ما تتفرجش، هتتفرج دلوقتي على واحدة من أسوأ الضغط الدفاعي اللي انت ممكن تتخيله. معدي من أكرم، معدي من علي معلول، وعدى قبلهم من رضا سليم. اللعيب ماشي عادي ولا كأن في أي حاجة، لا حد بيضغط وكله خايف يعمل فاول، ما تفهمش فيه ايه. ونفس غلطة الكرة اللي فاتت برضو، رمي التماس بنقف غلط، اللعيبة خدتها عادي بتوع مدياما مفيش أي مشكلة. اللعيب هنا معدي من قدام أكرم عادي مفيش أي مشكلة خالص. من هنا المفروض أكرم عدى، المفروض السولية، طبعا السولية ضغط متأخر بغباء متأخر جدا، وحظنا حلو بس إن هي خبطت في الواحد من المدافعين بتوعنا.